فيلم النهارده مجرد ذكاء بس، فركز معايا كده علشان تعرف التفاصيل، ويا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. فهنحكي عن شاب ذكي جدا واسمه لايت، وفي يوم بتقع قدامه مذكره الموت والشبح اللي بيحرسها، والمذكره دي لو كتب فيها اسم اي حد بيموت فورا. فبيقرر لايت ان هو يستخدمها ويخلص على كل المجرمين اللي في العالم. فبيتشهر جدا وسط الناس بس محدش عارف هويته، والشرطه ما عرفتش تمسكه، وكلمه بعد كده اذكى محقق في العالم علشان يتولى القضيه. والمحقق ده كان عبقري، وبيدخل هو ولايت مباراة ذكاء ضد بعضهم، وكل واحد فيهم بيكون عاوز يوقع التاني. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ده اللي هنشوفه في ملخص النهارده. فيلمنا بيبدأ بشاب اسمه لايت، واللي بيكون بيتضرب في حانه وما بيعرفش يدافع عن نفسه، ولما بيخرج بره بتاعه قدامه مذكرة مكتوب عليها مذكرة الموت، فبياخدها بعد كده للبيت وبيفضل يقراها، وبيعرف انه لما بيكتب اسم اي حد صاحب الاسم ده بيموت فورا. فبيفضل يضحك وبيكون فاكر ان ده اي كلام، فبيجرب وبيجيب اسم مجرم وبيروح ينام بعدها. ولما بيصحى تاني يوم بيشوف في الاخبار صورة الشخص اللي هو كان كاتب اسمه امبارح وان هو مات فعلا. فبيكون مذهول من اللي حصل ده ومش مصدق نفسه. فبيخرج بعد كده من البيت وبيفضل ماشي، فبيشوف الشخص اللي ضربه في الحانة امبارح، فبيجرب يكتب اسمه في المذكرة والشخص ده بيموت قدامه فورا. وبيكون مذهول من اللي شايفه ده وبيصدق فعلا. وفي نفس اللحظة دي بيظهر له حارس المذكرة، وده اللي بيموت اي حد ومحدش هيقدر يشوفه غير صاحب المذكرة وبس. بعدها بتعدي شهور كتير جدا، وبيبدأ لايت ان هو ينظف العالم من المجرمين ويخلص عليهم كلهم، لدرجة انه بقى بطل شعبي ومشهور جدا وسط الناس، والناس بتعمل له مواقع على الانترنت وبيسموه كيرا. بس لحد دلوقتي محدش بيكون عارف شكله، وكل الناس ما بتتكلمش غير عن كيرا وبس. والشرطة بتفضل تحقق في الموضوع، وبتعرف ان كل اللي ماتوا كانوا ماتوا بسكتة قلبية، فبيفكروا ان في حد اكيد ورا الموضوع ده. فبيتعمل فريق للتحقيقات، والقائد بتاعهم بيكون ابو لايت واسمه يوجامي. ولما ما بيعرفوش يوصلوا لحاجة بيقرروا ان هم يكلموا المحقق وده بيكون اذكى محقق في العالم ومحدش عارف شكله هو كمان، وبيتواصلوا معاه دايما من خلال وتاري المساعد بتاعه. فبيفضل يوريهم بعد كده احصائيات الناس اللي ماتت، وبيقول لهم ان كلهم ماتوا بسكتة قلبية وفي شخص واحد ورا كل ده، وان هو بيشك ان الشخص ده من اليابان. فبيطلع بعد كده في بث مباشر للعالم كله، فبيوجه كلامه لكيرا وبيفضل يتريق عليه وبيقول له انت ما تعرفش تعمل لي حاجة. بس لايت بيتضايق جدا وبيكتب اسمه في المذكرة بتاعة الموت وبيموت قدام الناس فورا. بس دي بتكون حركة غبية جدا من لايت، لان ده ما بيكونش الحقيقي. وبيطلع بعد كده بصوته وبيقول انا كده اتاكدت انك من اليابان، وده لان البث كان معمول للناس اللي في اليابان وبس، وان الموضوع بقى مساله وقت وانا هجيبك. وبيقول له ان اللي مات بسكته قلبيه ده كان مجرم محكوم عليه بالاعدام وهيموت كمان كام يوم، فكده كده كان ميت اصلا. وبعد كده اللي بيعرف فريق المحققين ان كيرا ما بيعرفش يقتل غير الناس اللي يعرف اساميهم وبس، والدليل على كده ان هو ما عرفش يموتني. وبيعمل بعد كده والشرطه احصائيات للاوقات اللي الناس دي بتموت فيها، وبيعرفوا ان هم بيموتوا في الوقت اللي ما بين المحاضرات. فبيستنتجوا بعد كده ان القاتل هو طالب جامعي، ولايت بيقلق جدا من ده بس بيعجب جدا بذكاء وبيقرر يتحداه. فبيطلب بعد كده من والده ان هو ينضم لفريق التحقيقات، وده علشان يساعدهم في القبض على كيرا. بس والده بيقول له انت ذكي فعلا بس مستحيل اخاطر بحياتك، وده علشان ممكن كيرا يعرفك ويموتك. فبيروح بعد كده يقعد في اوضته وبيقرر يخترق الموقع الرسمي بتاع الشرطه، وبيعرف اللي هم وصلوا له وان كيرا طالب جامعي. فبيعمل بعد كده خطه ذكيه وبيكتب اسامي 24 مجرم، وان كل واحد فيهم هيموت كل ساعه علشان يشتت الشرطه. والشرطه بتتشتت بس اللي بيكون ذكي جدا، وبيعرف من الحركه دي ان اللي حد قريب من الضباط، وده لانه قدر يدخل على الملفات بتاعتهم وعرف خطتهم، وبالتالي كيرا بنى خطته على ده. وبيطلب بعد كده من كل المحققين ان كل عائلات الشرطه يتم مراقبتهم 24 ساعه. فبيعملوا كده فعلا. وبعدها بنشوف لايت وهو بيتمشى مع الحارس بتاع المذكره. في اللحظه دي بنشوف ان في حد بيراقبه، ولايت بياخد باله. فبيقول للحارس انت ليه ما قلتليش ان في حد بيراقبني؟ فبيقول له ان هو بينفذ اللي بيطلب منه وبس وما بيتصرفش من دماغه خالص. فبيقعد بعد كده لايت وبيعمل بحث كتير علشان يعرف اسماء الضباط ويخلص عليهم. فبيقول له الحارس انا ممكن اخليك تشوف اي حد وتعرف اسمه فورا، وان القوه دي اسمها عيون شونوجامي، بس في مقابل ده انت هتديني نص عمرك. فبيضحك لايت وبيقول له لا انا هعرف اسمه لوحدي. وبيفضل بعد كده يقرا القوانين بتاعه المذكره، وبيعرف انه كمان ممكن يكتب السبب بتاعه الوفاه بتاعه الناس اللي هتموت، وان هو كمان يقدر يجبر الضحيه يعمل اللي هو عاوزه. وبيعمل كده فعلا مع مساجين ومجرمين كتير جدا، وبيموتوا بالطريقه اللي هو كاتبها، وبيكون مبسوط جدا بالاكتشاف ده. فالشرطه بتتشتت جدا وما بيكونوش فاهمين اي حاجه. وبيبدا بعد كده ان هو يقتل المجرمين حول العالم، وان هو يقلل قتل الناس في اليابان علشان يبعد الشبهات عنه. وبعدها بيخرج لايت وبيتمشى مع الحارس، وبيروح بعد كده وبيقابل صاحبته في الكليه شوري. فبيركبوا بعد كده الباص، والظابط اللي بيراقبه بيروح ويركب معاهم. واللايت بيشوفه وبيقول له انت ليه بتراقبني كل ده وبتمشي ورايا؟ بس بيفضل يحور عليه وبيقول له انا مش فاهم انت بتتكلم
بيتكلم عن ايه بالظبط. بس في اللحظه دي بيدخل حرامي الاتوبيس وبيرفع سلاح على السواق وبيهدد ان اللي هيتحرك هيخلص عليه. فبيكتب لايت في ورقه ان هو عاوز يتعامل مع الحرامي، فبيقول له الظابط ما تعملش حاجه وبيوري له الهويه بتاعته وبيقول له ان هو ظابط. بس الحرامي لما بيشوف الورقه بتاعت لايت بيرفع عليه المسدس وبيقول له يلا وريني انت هتعمل ايه. وفي اللحظه دي بيظهر الحارس للحرامي والحرامي بيترعب وبيفضل يضرب نار عليه لكنه ما بيتاثرش، فبيجري على طول واول ما بينزل من الاتوبيس عربيه بتخبطه وبيموت. وبنعرف بعد كده اصلا ان كل ده كان خطه من لايت وان هو اللي كتب اسم الحرامي ده في المذكره وخلاه يروح وراه الاتوبيس وكتب ازاي هيموت بالظبط، وكان عامل كل ده اصلا علشان يعرف اسم الظابط اللي بيراقبه ويموته، وان الورقه اللي كان كاتب عليها الرساله للظابط كانت من المذكره. وعشان كده الحرامي لما لمسها شاف الحارس واترعب وهرب وخطه لايت بتنجح. بس بيقعد ويفكر مع نفسه كده وبيقول ان هو لو قتل الظابط ده هيثبت التهمه على نفسه وان هو لازم يعرف اسامي الظباط التانيين ويخلص عليهم كلهم. فبيبدا يراقب بعد كده الظابط اللي كان بيراقبه وبيدخل المترو وبيسيب له ظرف قدامه، لما بيفتحه بيلاقي جهاز لاسلكي وفيها رساله مكتوب ان هو كيرا وعاوز يكلمه. فبيخلص على الشخص اللي جنبه علشان يثبت له ان هو كيرا فعلا، وبيجبر بعد كده الظابط ان هو يكتب اسماء الظباط اللي بيراقبوا عائلات المحققين وبيكتب اسمه هو كمان، وبتكون الورقه اللي هو بيكتب فيها اصلا من المذكره. وبيشوف الحارس قدامه لما بيطلع بعد كده من المترو. في اللحظه دي بيجيله سكته قلبيه وبيموت، وبتيجي خطيبته وبتشوفه وهو بيموت وبتنهار، وكل الظباط اللي هو كتب اساميهم بيموتوا كلهم واحد ورا التاني بسكته قلبيه برضه. وبسبب اللي بيحصل ده كل المحققين اللي في القضيه بينسحبوا فورا، وده لان هم كل واحد فيهم بيخاف على عيلته وعلى نفسه، وبيفضل عدد قليل جدا مع يوجامي. فلما بيعرف كل ده المحقق اللي بيقرر ان هو يظهر بشكله، وبيظهر فعلا واللي بيكون شكله غريب شويه وتصرفاته اغرب. فبيقول لهم ان دي بقت قضيه عمره وان هو هيحلها باي طريقه. وبيفضل بعد كده يتفرج على كاميرات المراقبه اللي كانت بتصور الظابط اللي مات، وبيشوفه وهو بيشاور على المترو وبيعرف ان كيرا كان موجود في المترو. وبيقول لليوجامي ان كيرا واحد من عيله المحقق ده او من عيلتك انت لانك ما متش. فبيتضايق جدا من كلامه وبيقول له ما تتكلمش عن اهل بيتي كده. فبيقول له ان عيلتك هتتراقب لمده اسبوع واحد. فبيوافق عشان هو متاكد ان مفيش حد من عيلته مجرم. وبعدها بنشوف خطيبه الظابط اللي مات واللي بتبدا بعد كده ان هي تحقق في موته، وبتروح بعد كده شركه الاتوبيسات وبتقابل المدير وبتسمع منه عن القصه اللي حصلت يوم ما كان بيراقب لايت وعن الحرامي اللي كان هيسرق الاتوبيس. فبتروح بعد كده لايت وبتعرفه ان هي خطيبه الظابط اللي مات، تفضل تتهمه ان هو كيرا لكنه بيفضل يقول لها يعني انا كيرا وانا ماشي في الشارع كده عادي، وبيسيبها بعد كده وبيرجع للبيت بتاعه. وبيعرف ان العيون عليه بقت كتير جدا، فبيعمل خطه وبيكتب اسامي ناس كتير جدا وجنبهم التواريخ اللي هم هيموتوا فيها، وده علشان لو معرفش يكتب في المذكره الفتره اللي جايه. وبيخرج بعد كده وبيتمشى مع الحارس وبيفضل يتكلم معاه شويه، وبتكون الخطه اللي عاملها دي حلوه جدا، وده لان اللي بعد كده زرع كاميرات في اوضه لايت لان هو شاكك فيه، وبيكون اللي بيراقب لايت ال 24 ساعه في ال 24 ساعه. بس لايت بيكون ذكي جدا وبيقدر يعرف ان في حد دخل اوضته، وبيفهم ان هم حطوا كاميرات وان هو متراقب دلوقتي. فبيحاول بعد كده الحارس يكلمه لكنه ما بيردش عليه، فالحارس بيكون هيتجنن وبيقول له انت ما بتردش عليا ليه. بس لما بيطلعوا بره بيعرفوا كل حاجه وان هم متراقبين، فبيفهم الحارس كل ده وبيضحك. وبيبدا بعد كده كل الناس اللي هو كاتب اساميهم انهم يموتوا، واللي بيشوف كده بس برضه بيقرر ان هو يفضل يراقب لايت ومش هيستبعده. وبعد كده بتعدي ال7 ايام مراقبه، وبنشوف لايت بعد كده وهو بيتعشى مع عيلته وبياخد كيس شيبسي وبيطلع لاوضته وبيروح يذاكر. وبتكون في نفس اللحظه في اخبار على التلفزيون ان تم القبض دلوقتي على مجرم خطير جدا، واللي بيكون شايف الاخبار وفي نفس الوقت بيكون بيراقب لايت. بس الغريب ان في نفس اللحظه دي المجرم بيموت على الهوا بسكته قلبيه برضه. فبيتصدم اللي وما بيفهمش ايه اللي بيحصل، وده لان هو كان شاكك في لايت جدا. بيفهم ان لايت مش هو كيرا وبيقرر ان هو يستبعده ويشيل الكاميرات. بس بنكتشف هنا ان لايت الذكي كان حاطط تليفون جوه كيس الشيبسي، وان هو حاطط ورقه من المذكره، وكان كل ده بعيد عن كادر الكاميرا بتاعه المراقبه، وان هو قدر يعرف من الاخبار اسم المجرم وخلص عليه فورا. والحارس بيكون مذهول من اللي عمله وبيقول له انت عبقري جدا. في اللحظه دي بيتكلم خطيبه الظابط بعد كده وبتقول له انا متاكده ان لايت هو كيرا وانا هثبت لك ده. فبتعرفه المكان اللي هي فيه وبتقول له ان هو يراقبه بالكاميرات، وبتخطف بعد كده صاحبه لايت وبتقرر ان هي تكلمه علشان تجيبه فورا، واللي بيجي فعلا وبتقول له ان هو يعترف ان هو كيرا والا هتخلص عليها. بس بيقول لها انت فاهمه غلط وانا مش كيرا. فبتقول له خلاص يبقى حبيبتك هتموت فورا. بس في اللحظه دي بتسمع صوت سيرينة الشرطه، فبتزقها البنت وبتحاول تجري، بس بتضرب عليها نار والبنت بتموت بين ايدين لايت. فبتحس البنت التانيه بالذنب انها قتلت حد بريء وبتخلص على نفسها فورا. بس كل ده برضه كان اصلا خطه من لايت، وانها لما راحت له اول مره وعرفته ان هي خطيبه الظابط قرر يروح الكنيسه، وقدر ان هو يعرف من هناك ميعاد جوازهم باسم الظابط اللي مات، وبكده يكون قدر يعرف اسم البنت هي كمان، وكتب اسمها في المذكره، وكتب كمان ان هي تخطف البنت في المكان ده وانها
تتصل بيه علشان اللي يشوف كل اللي بيحصل ده، وان البنت هتحاول تهرب وهي هتموتها وبعد كده تموت نفسها. وبيكون مخطط كمان ان صاحبته بالذات هي اللي تتخطف علشان يستخدم ده كسبب ان هو يكون حزين وعاوز ينتقم من كيرا، وبكده يقدر ينضم لفريق التحقيقات بتاع والده. وكل ده طبعا بيمشي زي ما هو عاوز بالظبط، وبيجيله بعدها والده فبيطلب منه ان هو ينضم لفريق التحقيقات وده علشان ينتقم لموت حبيبته. فبيوافق والده فورا، بس في اللحظه دي بيجيله اللي وبيقول له اهلا بيك في فريق التحقيقات معانا، وبيكلمه وهو ماسك الشيبس زي اللي كان معاه. وبيخلص الجزء الاول، ويا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد.